السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. هنعمل الحواوشي الاسكندراني بطريقة بسيطة. جبت قرنين فلفل اخضر ومعايا ربع كيلو لحمة، وجبت بصلتين متوسطين، وعملت دقة فص توم وحبة شطة حمرا كده يدوها طعم. هحط التوابل، عندي توابل بسيطة جدا: فلفل اسمر وملح وحبة كزبرة ناشفة وبشرة جوز الطيب. وكان عندي كمان على قيمة ربع كيلو لحمة كمان، كان باقي مني من مرة تانية. قلبت كله كده مع بعضيه، هعمله حواوشي بعيش اللي هو المصري بتاعنا العادي ده، عيش الافران. جبت الخلطة دي يا جماعة وحطيتها جوه العيش. هعمله فوق البوتاجاز، وهعمل صاج واحد جوه البوتاجاز، لان احنا بنفضل اللي بيبقى معمول في الطاسة فوق البوتاجاز. هحشيه كده حشوة خفيفة. الحشوة دي بتاعة العيش الحواوشي دوت تبقى حشوة خفيفة رقيقة خالص. وجبت المقلاية، حطيت فيها نقطرة زيت او نقطرة سمنة بلدي بسيطة خالص، وهحط ودهنت الرغيف وهحطه في المقلاية. ههدي اول ما احطه تبقى الطاسه سخنه، وبعدين هدي عليه النار. عايزه تغطي عليه غطي عشان تطيب اللحمه، مش عايزه يعني وعايزاه يبقى مقرمش كده، هدي عليه النار وسيبيه عشان اللحمه تطيب كويس. قلبيه بقى كل شويه من الناحيه دي للناحيه دي، علشان ياخد لون ويطيب من جميع الجهات. بص يا جماعه، بيبقى جميل جدا وتحفه قوي. ما لا عجننا ولا جبنا دقيق ولا خميره ولا عملنا اي حاجه خالص. بسيط كده بالعيش البلدي بتاعنا، وممكن تجيبيه بالعيش اللي هو الردة ابو جنيه ده وتعملي بيه حلو برضك. بس انا حبيت يعني اعملها اكله اقتصاديه كده. دول عملوا لي حوالي 12 13 رغيف حلوين قوي، بسم الله ما شاء الله يعني. دهنته زيت وحطيته سمنه، حته سمنه صغيره، وحطيته في فرن البوتاجاز، وبقلبه من وقت للتاني. بصوا ده يا جماعه اللي انا عملته على على المقلايه من فوق، جميل جدا في منتهى الجمال، وصوت وحاجه حلوه قوي. اما التاني يعني هو حلو بردك، اللي في فرن البوتاجاز، بس اللي فوق في المقلايه او في الطاسه احلى. بسم الله ما شاء الله، خروشه بقى واخر جمال. بصوا يا جماعه، حلو قوي قوي قوي. عايز حبه طحينه وحبه بطاطس طماطميه متقطعه، وهيبقى في منتهى الجمال، وحبه مخلل طبعا، وهيبقى غدوه جميله جدا هتعجبكم ان شاء الله. وحبه الطحينه هون، اللي ما بيحبش طحينه بلاشها يعني، وجميله جدا، ومعاها بطاطس وقرمشة وطعم في منتهى الجمال. العيش بلحمة ليه طعم، والحواوشي الاسكندراني ليه طعم. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.